اكبر فخ بيقع فيه اي مصمم هو انه بيشوف المنتج من وجهة نظره هو، مش من وجهة نظر المستخدم. احنا بنقضي ساعات كتيرة جدا بنصمم في شاشات وسكرينز ويو ايز، وبننسى ان احنا اصلا بنمهد الطريق للمستخدم. بس في الحقيقة ان احنا بنبقى بنبني شوارع احنا بس اللي عارفين دخلتها. المستخدم لما بيدخل الابلكيشن بتاعك بيبقى كانه سايق في طريق لاول مره. والنهارده احنا مش جايين نرسم في باتونز ونعمل الوان، احنا جايين نتمشى في الطريق اللي بيمشي فيه اليوزر ده بجد، ونشوف فين الحتت اللي الطريق فيها مكسر، وفين المطبات اللي انت حطيتها بايدك من غير ما تاخد بالك، واللي بتخلي المستخدم بتاعك يلف مع اول يوتيرن وما يكملش المشوار. النهارده ميعادنا مع اليوزر جيرني مابس، البوصله اللي بتوريك الحفر المستخبيه في تصميمك قبل ما اليوزر بتاعك يقع فيه. جهز قهوتك وركز معايا جدا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي احمد رمزي، بشتغل برودكت ديزاينر، ودي قناتي على اليوتيوب. في القناه دي بقدم محتوى يخص البرودكت ديزاين، وده شامل اليوزر ريسيرش واليو اكس ريسيرش وكمان اليو اي ديزاين. لو انت مهتم بالمجال ده او مهتم بمجالات التكنولوجي عامه والبرودكت، فالقناه دي هتكون محتواها مناسب جدا بالنسبه لك. اعمل سبسكرايب في القناه وفعل زرار النوتيفيكيشنز تحت عشان يوصلك اخر فيديوهاتي. في الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن نقاط الالام او البين بوينتس، وعرفنا ايه الحاجات اللي بتخلي المستخدم يتألم ويتنرفز اثناء التجربه بتاعتك. بس خليني اسالك سؤال، لو عرفت ان المستخدم او اليوزر بتاعك موجوع او عنده بين، هل ده في حد ذاته كفايه كيوزر ريسيرش؟ الاجابه هي اكيد لا. انت محتاج تعرف اليوزر ده اتوجع فين بالظبط، وفي انهي مرحله، واتوجع امتى، وايه اللي وصله للمرحله اللي هو فيها. النهارده بقى هناخد نقاط الالام او البين بوينتس دي ونحطها في مكانها الصح على الخريطه. هنتعلم ازاي نبني يوزر جيرني مابس، الاداه اللي بتحول الوجع او الالم او البين اللي احنا اتعلمناه في الحلقه اللي فاتت وتحطه في مكانه الصح على الخريطه، عشان نقدر نعمل له تراكنج ونتتبع بالظبط الالم ده مصدره منين، ونقدر ان احنا نعالجه ازاي في المراحل اللي جايه ان شاء الله. لو مهتم تفهم السايكولوجي بتاع الرحله دي وتفهم ليه في ناس بتكمل مشوارها مع منتج وبتسيب التاني، فالحلقه دي هتكون مناسبه جدا بالنسبه لك. اول حاجه بدايه لازم نفهم يعني ايه يوزر جيرني ماب. وقبل ما نمسك القلم ونبدا نحط تعريفات، لازم نوضح فرق مهم جدا جدا وجوهري ما بين اليوزر فلو واليوزر جيرني. تخيل معايا كده ان اليوزر فلو ده هو الجي بي اس بتاعك، وده اللي بيقول لك تمشي من هنا وتروح هنا وبعد كده تدخل على المرحله الفلانيه وهكذا. وده بيكون فيه خطوات تقنيه بحته، زي ان اليوزر مثلا بيعمل لوجن، وفي حاله ان هو عمل سكسسفول لوجن بيبدا يخش على الهوم بيج، ومن الهوم بيج عنده اختيارين، لا اما يعمل كذا لا اما يعمل كذا وهكذا. ده اسمه يوزر فلو، زي الجي بي اس بيوضح لك مين بيروح فين. على الجانب الاخر اليوزر جيرني مابس بتوضح لك احساس السواق وهو في الطريق ده كان عامل ازاي في كل شارع وفي كل طريق سلكه. هل الطريق ده كان ممهد وسهل، ولا كان فيه مطبات كسرت العفشه وهو ماشي؟ هل كان فيه لوحات ارشاديه في الطريق بتقول له يروح فين ازاي، ولا تاه في نص السكه وفضل يلف حوالين نفسه؟ احنا كديزاينرز شطارتنا مش في ان احنا نفتح شوارع جديده، شطارتنا في ان احنا نضمن للسواق ان هو يوصل لاخر المشوار في سلام وامان، وتجربته بتاعه السواقه تكون ممتازه جدا جدا جدا، يوصل وهو مبسوط من غير ما تكون اعصابه بايظه. طيب بعد ما عرفنا اهميه الخريطه دي، عايزين نعرف ازاي بنرسمها عشان نقدر ان احنا نحط عليها بقى البين بوينتس والمشاعر دي كلها، عشان نقدر نحس فعلا اليوزر حاسس بايه اثناء الرحله بتاعته واثناء ما هو ماشي في الطريق. بناء على الديزاين ثينكينج بروسيس وبناء على البيست براكتس او افضل حاجه اتعملت لحد دلوقتي، فاحنا عندنا 7 اعمده رئيسيه بترتكز عليهم اي يوزر جيرني ماب، او خلينا نقول على الاقل دي الطريقه المثاليه ان احنا نبني يوزر جيرني ماب بتعمل مابنج لكل حاجه موجوده عندنا في الاكسبيرينس بشكل كامل. هنبدا نشرح ال7 اعمده دول، وهنبدا نمثل كل عمود من دول هو عباره عن ايه. ولو تخيلنا كده ان احنا سايقين في طريق، العمود ده هيمثل ايه بالنسبه لنا لو انت مثلا سواق وسايق عربيتك دلوقتي وماشي في طريق. اول عمود عندنا وهو البيرسونا او السواق نفسه. لازم تعرف مين اللي سايق. رحله الموظف المستعجل ورايح شغله متاخر غير رحله حد تاني واخد عربيته ورايق وطالع مثلا يتفسح. رقم 2 وهي المراحل او الستيجز، ودي تعتبر بمثابه محطات الطريق اللي بيقف فيها المستخدم في نص الرحله، ودي من اول ما فكر المستخدم اصلا ان هو يستعمل الابلكيشن بتاعك لحد ما خلص مشواره وحقق الهدف من
اللي هو بيعمله. ثالث حاجه وهي الافعال او الاكشنز، ودي حركات المستخدم اثناء ما هو ماشي في الطريق بتاعه. داس بنزين فين، داس فرامل فين، خد المطب الفلاني في انهي مرحله، وقف في انهي اشاره، ابتدى يهدي السرعه امتى، ابتدى ان هو يزود السرعه امتى، وهكذا. الافعال اللي هو بيعملها وهو في الطريق. رقم 4 وهي نقاط التماس او التاتش بوينتس، ودي بقى ارضيه الطريق اللي السواق ماشي عليه. يعني لو قسناها على الاكسبيرينس اللي احنا بنصممها، فدي ممكن تتمثل في الموبايل ابلكيشن او الويب سايت او الايميلز، يعني كل الوسائل اللي ممكن المستخدم ده ان هو يوصل لك عن طريقها في الاكسبيرينس بتاعته. وده طبعا شامل التعامل الفيزيكال، لو انت مثلا حاجه بتقدم خدمه بشكل فيزيكال او عندك فروع. مش شرط بس ان احنا بنشوف نقاط الالام او بنشوف المشاكل اللي موجوده في الديجيتال اكسبيرينس، لا، ممكن كمان نشوف المشاكل اللي موجوده في الديجيتال اكسبيرينس اللي ممكن يكون الكاستمر او العميل بتاعك بيعاني منها. خامس حاجه عندنا بتاعت الحلقه اللي فاتت وهي نقاط الالام او البين بوينتس، ودي طبعا الحفر اللي احنا اكتشفناها في الحلقه اللي فاتت واتكلمنا عنها باستفاضه، فدي برضو بتكون واخده حيز من اليوزر جيرني ماب بتاعتنا. سادس حاجه وهي خط المشاعر او الايموشنز او الاحاسيس نفسها اللي اليوزر بيحسها اثناء التجربه بتاعتك في كل مرحله، وده بيكون عباره عن منحنى طالع ونازل. كل ما المنحنى ده طلع كل ما كان الاحساس كان افضل واحسن، وكل ما المنحنى ده نزل لتحت كل ما الاحساس كان سيء ورديء، وبيعبر عن الفرستريشن. سابع حاجه عندي وهي الفرص او الاوبورتيونيتيز، او في المثال بتاعنا اصلاحات الطريق. ازاي بقى نردم الحفر اللي احنا اكتشفناها اللي هي البين بوينتس اللي عندنا، ازاي نعالجها؟ ايه الفرص اللي عندنا اللي احنا لو استغليناها نقدر ان احنا نحسن الطريق ده ونحسن تجربه السواقه في الطريق ده بشكل عام؟ فاكرين المثال بتاع دفع الفاتوره اللي في الحلقه اللي فاتت لما محمد كان بيحاول يدفع فاتورته اونلاين وكان خلاص عايز يمسك الموبايل يحدفه في الحيطه؟ تعالوا بقى نطبق المثال ده عندنا النهارده في حلقه اليوزر جيرني مابس. محمد بدا رحلته وهو متحمس جدا ان هو يدفع فاتورته اونلاين. اول ما طب قبله ان هو نسي الباسورد، فبالتالي المنحنى بدل ما كان فوق وهو متحمس ابتدى ان هو ينزل شويه. هنا اضطر محمد ان هو ياخد طريق جانبي عشان يعمل اعاده تعيين كلمه المرور او ان هو يعمل ريسيت باسورد. طبعا استنى لحد ما جاله الاو تي بي على التليفون او عن طريق الاس ام اس، وهنا حصل لمحمد تاخير في وصول الاو تي بي ده، فبالتالي المنحنى ابتدى ان هو ينزل مره ثانيه، بقى في ديسابوينتمنت، بقى في احساس بالاحباط، بقى في احساس بتضييع الوقت. هنا بدا محمد يتعصب ويتنرفز، واخيرا لما وصل لمحمد الاو تي بي على الموبايل وابتدى ان هو يحط الاو تي بي في الابلكيشن، اتضح ان الاو تي بي حصل له تايم اوت ولازم ان هو يريكويست او تي بي او يريكويست رمز الدخول لمره واحده مره ثانيه. وهنا ابتدى الفرستريشن بتاع محمد يعلى اكتر واكتر واكتر، وخاصه لما لقى ان الاو تي بي ممكن يتبعت بس مره واحده كل 60 ثانيه. هنا الفرستريشن اصبح عالي جدا جدا جدا. بدل ما محمد كان متحمس جدا في اول الرحله ان هو يدفع فاتورته اونلاين، بدل المنحنى ينزل مع اول خطوه خدها عمليه الباسورد ريست، نزل مره كمان لما اتاخر الاو تي بي، ونزل اكتر واكتر لما الاو تي بي عمل تايم اوت، وكمان مش قادر ان هو يبعته تاني ولازم يستنى وقت اكتر، وهكذا. وبالتالي محمد خد اول يوتيرن وقفل الابلكيشن وقرر ان هو يستعمل بديل تاني، او ان هو زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت يروح يدفع الفاتوره بتاعته في الفرع. وكان شايف ان الحل ده اسهل وابسط بكتير جدا ما يدخل في الدوامه دي من الحاجات اللي ما بتخلصش عشان بس خاطر يعمل لوجن على الاكونت بتاعه ويبدا ان هو يدفع الفاتوره. الخريطه اللي شفناها في الاكزامبل او المثال السابق مش مجرد غلطات عملها محمد مثلا، دي عوائق او مصدات حقيقيه وقفت في وش المستخدم ومنعته من ان هو يكمل المستهدف بتاعه بشكل سموث او بشكل سلس. وده ينقلنا لقاعده مهمه جدا جدا جدا، قاعده البيك اند، او زي ما بنسميها بالعربي ذكرى المشوار. تتوقعوا ممكن محمد بعد اللي حصل له في الرحله دي ممكن يفكر ان هو يرجع يستعمل الابلكيشن ده تاني ولا لا؟ والاجابه على السؤال ده هي بنسبه كبيره لا. ليه لا؟ طبقا لقاعده البيك اند، وهي حاجه في علم النفس، انك مهما مشيت في طريق حلو وسالك والدنيا تمام، لو جيت في اخر خطوه في الطريق ده ولبست في مطب او حفره هتفتكر ان الطريق كله كان وحش. النهايات هي اللي بتطبع في الذاكره. لو قفلت الرحله بتاعتك بحيطه سد، ده هيقفل اليوزر جدا 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 منك، ومش هيفكر ان هو يرجع لك تاني، لان هيحس ان هو النهايه بتاعته كانت نهايه حزينه جدا جدا وما قدرش ان هو يحقق المطلوب، وبالتالي انت خسرت مستخدم للابد. الخلاصه، اليوزر جيرني ماب هي اللي بتخليك ديزاينر شاطر، بتخليك تشوف الحفر اللي انت حفرتها بايدك وانت مش واخد بالك اثناء التصميم، وتدي لك فرصه ان انت تردم الحفر دي قبل ما المستخدم بتاعك يقع فيها. وافتكر دايما التجربه الكويسه او الحلوه مش اللي مليانه فيتشرز بنحشرها في الاكسبيرينس لليوزر عشان يستخدمها، لا، التجربه الكويسه جدا 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 هي اللي بتوصل اليوزر للي هو محتاجه واللي هو عايزه في اقل وقت وباقل مجهود. ده كان موضوعنا النهارده عن اليوزر جيرني مابس. عرفنا ايه اليوزر جيرني مابس، عرفنا اهميتها في الديزاين ثينكينج بروسيس،
وعرفنا كمان ازاي بتتكون وايه هي الاعمده الرئيسيه اللي بتكون لي اليوزر جيرني ماب، وادينا كمان مثال على ده في رحله محمد في ان هو يدفع فاتورته اونلاين زي ما شفنا في المثال اللي فات. في الحلقه اللي جايه هنبدا ان احنا نعالج المشاكل بتاعه الطريق ده، ونبدا ان احنا فعليا مرحله رصف الطريق او معالجه الحفر اللي في الطريق. هنبدا بقى نردم الحفر ونعالج المطبات اللي كانت موجوده في الطريق بتاعنا، ونبدا فعلا ان احنا نطلع حلول جذريه لمعالجه المشاكل اللي بتقابل اليوزر في الاكسبيرينس بتاعته، ودي اللي بنسميها مرحله الايديشن او التفكير. في النهايه لو الفيديو ده عجبك وخلاك تقرب اكتر واكتر من الديزاين ثينكينج بروسيس ويساعدك في ان انت تفهم اليوزر جيرني مابس، ادعمني باللايك بتاعك، مهم جدا جدا للقناه. واكتب لي في الكومنتس تحت ايه اكتر مطب تصميمي قابلك وانت بتشتغل. اعمل سبسكرايب في القناه لو مهتم تشوف فيديوهات من النوع ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصلك اخر فيديوهاتي ان شاء الله. شكرا جدا جدا لو تابعتني لحد دلوقتي، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.